ازيكم يا اصدقائي؟ فيديو النهارده كان المفروض ينزل بدري اسبوعين فاتوا، بس للاسف في ظروف منعتني والحمد لله. المهم تعالوا نخش في الموضوع على طول. اللي منكم يعرفني يعرف اني ابل يوزر وبحب شركه ابل جدا الحقيقه، وده بصراحه لان كل الاجهزه اللي استخدمتها من الشركه دي سواء ماك بوك او ايفون كانت كلها قد المهام اللي بديها لها وزياده كمان. واللي منكم يعرفني يعرف اني من بعد ما بعت الكاميرا اللي كنت بستخدمها استخدام اساسي في صناعه المحتوى بقيت اعتمد اساسي على الايفون بتاعي، وخصوصا هنا في القناه دي من ساعه ما بدات تقريبا 90% من الفيديوهات بتاعتها متصوره يا اما بايفون 7 يا اما بايفون 6، ودي اجهزه مش غاليه خالص النهارده ومتواضعه جدا في الاداء مقارنه بالتليفونات اللي موجوده النهارده. وبخلاف الكونتنت اللي بقدمه هنا، قبل كده اخرجت برنامج كان متصور بالايفون اكس اس ماكس، وبرنامج تاني شاركت في حلقه من حلقاته كمصور، وده تم تصويره ساعتها بالايفون 11 العادي. ومن هنا بقى جات لي فكره فيديو النهارده، وخصوصا بعد ما اتفرجت على المؤتمر بتاع ابل والمميزات الجديده اللي موجوده في منظومه التصوير والكاميرات بتاعه الايفون 15 برو. والحاجات اللي هتكلم عليها في الفيديو ده هي الحاجات اللي انا مهتم بيها كفيلم ميكر او ككونتنت كرييتور، بمعنى اني اكتر حاجه بستخدمها في الموبايل هي الكاميرا وتحديدا مود الفيديو. ويجي ايفون 15 برو ويفاجئني جدا ويكون ده اكتر موبايل من وجهه نظري نقدر نطلع منه فيلم او محتوى مرئي احترافي جدا وينافس الحاجات السينمائيه، وده بسبب كام تغيير ابل كده عملتهم في الموبايل ده، وكمان حدثت كام حاجه كده في منظومه التصوير عامه. iPhone 15 Pro has our best camera system yet. Users will get even better photos and videos, powerful new features, and the equivalent of 7 camera lenses in their pocket. واهم تغيير ابل عملته من وجهه نظري هو ان هم شالوا اللايتنينج بورت وحطوا مكانه يو اس بي سي. Using a USB 3 cable with iPhone 15 Pro enables incredibly fast transfer speeds. ومن هنا بقينا نقدر نوصل بالايفون ده اس اس دي خارجي. iPhone 15 Pro also supports recording ProRes video directly to an external storage drive. وده معناه ان احنا نقدر نصور براحتنا من غير ما نشيل هم المساحه، وده عشان فيديوهات الايفون البروريز ال 60 فريم هيكون مساحتها كبيره جدا. كمان الايفون دلوقتي بقى ليه لوج خاص بيه. We are also introducing log encoding to make ProRes even more powerful for our Pro users, enabling more range and flexibility for visual effects and color grading in post-production. يعني في مرحله الايديت مش هيواجهنا المعاناه اللي كنا بنعانيها زمان، وهي ان احنا ناخد الفيديوهات ال HDR ونعمل لها كونفرت وننزلها لوج تاني عشان نبتدي نلون ونإيديت عليه. كده خلاص الايفون بقى يطلع اللوج الخاص بيه، ومش بس كده اللوج ده خد الابروف من ايسيس. First smartphone in the world to support the Academy Color Encoding System, or ACES, a global standard for color workflows, making it easier for filmmakers to use iPhone in their production. وللي مش عارف يعني ايه لوج، اختصارا كده هو نوع من انواع الفيديوهات اللي نقدر نطلعها من الكاميرا اللي احنا بنصور بيها، ولوج دي بتكون اختصار كلمه لوجاريثميك. واللوج فايل ده بيطلع لنا الفيديو شكله باهت شويه كده، لانه هو بيعمل كومبريس للغوامق والفواتح داخل المشهد بتاعنا. ده طبعا بيدينا مساحه اكبر في مرحله التلوين ان احنا نتحكم ونعمل بالانس كويس للالوان بتاعتنا في المشهد بتاعنا، بدل مثلا ما نصور بفايل ريكس 709 وساعتها ما نقدرش نتحكم في الالوان بتاعتنا كويس ولا الشادوز ولا الهايلايتس في المشهد بتاعنا. والجدير بالذكر ان كل كاميرا بيبقى لها اللوج الخاص بشركتها، زي مثلا الاس لوج وده بيكون من شركه سوني، والسي لوج وده بيكون من شركه كانون، وهكذا. نرجع لموضوعنا بقى، وهو ان الايفون 15 برو بقينا نقدر نعتمد عليه بطريقه احترافيه جدا في تصوير الفيديوهات، وده طبعا يديله الافضليه عن الكاميرات الانتري ليفل وحتى المتوسطه كمان، ويدخله منافسه كبيره مع الكاميرات الاحترافيه، وده طبعا لسبب سهوله استخدامه وخفه وزنه. ده حتى لو حطيناه جوه كيج وعملنا له سيت اب برده مش هيكون بوزن الكاميرا بالسيت اب بتاعه. فلو انت فيلم ميكر او فيديو جرافر حتى وعملت حسبه جديده كده معايا، هنلاقي ان الايفون هنا نقدر نستخدمه في حاجات كتير قوي غير التصوير بس. فلو انت بتصور باي تليفون وبتفكر تعمل ابديت وتروح تجيب كاميرا مثلا، اعتقد لو تقدر تستثمر في الايفون 15 برو الموضوع هيكون مفيد جدا ليك. وطبعا كلامي هنا مش في اطار انك تروح تجيبه باي سعر والسلام، لا خالص، انت هتتقل وبراحتك جدا عشان الايفون ساعتها يكون انتشر اكتر وتقدر ساعتها تجيبه بالسعر الرسمي بتاعه، وده طبعا في حاله انك عندك القدره ان انت تشتريه اصلا. وبس كده يا سيدي. لو عاوز بقى تشوف نتائج مبدئيه للفيديو من الايفون 15 برو واللوج بتاعه، هتلاقي الكرييتورز اغلبهم منزلين فيديوهات عنه، وحتى الكرييتورز بتوع التك هتلاقيهم منزلين نتائج ليه، منهم يحيى رضوان مثلا. وعلى العموم هسيب لكم كام لينك في الديسكريبشن تحت كده للنتائج اللي الناس طلعتها. ولحد هنا ويكون الفيديو بتاع النهارده خلص، ونتقابل في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.